أوكرانيا في وضع غريب دلوقتي. الناس اللي بيفكروا في الحرب في الغرب مركزين كلهم على الضرر اللي اتعمل لمصافي التكرير الروسية ومراكز لوجستيات وآيل بيريز. وأكيد سكان كييف متحمسين للي ممكن يحصل بعد كده في الحاجات دي، بس في قلق أقرب ليهم شاغل بالهم: الصواريخ الباليستية الروسية. هي بتتساقط بمعدل مخيف كذا مرة في الأسبوع وبأعداد أكبر من الضربات، وعدد الضحايا بيزيد. عشان كده أولوية أوكرانيا الجاية هي إنها تلاقي حل للمشكلة الخطيرة دي، وأحسن وسيلة للدفاع في الحالة دي ممكن تكون إن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع. فخلينا النهاردة نبدأ نفهم وضع أوكرانيا الدفاعي الحالي بشكل أوسع، وبعدين هنستعرض 3 حلول محتملة: أسلحة دفاعية لإسقاط الصواريخ الباليستية وهي جاية، وطائرات بدون طيار عشان تصطاد منصات الإطلاق، وحملة صاروخية أوكرانية لتدمير صواريخ روسيا. بس لازم نبدأ بالصورة الدفاعية الأشمل. من وقت مش بعيد الأمور كانت شكلها كويس بالنسبة لأوكرانيا. حوالي ربيع 2025 روسيا زودت إنتاج طائرات شاهد المسيرة، وده أثر جامد على المدن الأوكرانية. النقطة الإيجابية الوحيدة لأوكرانيا هنا إن طائرات شاهد الأصلية كانت بطيئة وغبية. أوكرانيا ردت بزيادة إنتاجها من وسائل اعتراض أرخص، كمان شبه اللي شفته في حدث ابتكار للناتو قريب من اسطنبول السنة اللي فاتت. إنتاج 1000 وحدة من DV اليوم، وابني شبكة تقدر تكتشف الهجمات اللي جاية، وكده تبقى تمام. أوكرانيا كانت بتعترض أكثر من 90% من مسيرات شاهد دي بشكل منتظم، وده خلى الناس تتساءل إذا كانت الشاهدات لسه فعالة من ناحية التكلفة لروسيا ولا لأ. دلوقتي لسه القصة ما انتهتش عن هدية آية الله لبوتين. روسيا بدأت تنتج نسخ بتشتغل بمحركات نفاثة، ودي بتطير بسرعات أعلى بكتير من المعترضات اللي بتشتغل بالمراوح. المعترضات دلوقتي بقى ليها فرصة واحدة بس، إنها تعترض من قدام. مفيش بقى حاجة اسمها نلحق وراهم، وبالتالي معدلات الاعتراض قلت بنسبة 2 مئويتين. بس أوكرانيا لسه حاسة إنها مسيطرة نسبياً على الوضع ده. من ناحية تانية معدلات اعتراض أوكرانيا للصواريخ الباليستية بتقل بشكل كبير. الكرملين باين عليه فهم نقطة الضعف اللي لقاها، عشان كده إنتاج الصواريخ الباليستية بيزيد في البلد. المعترضات بتاعت الدرونز اللي شفتها في اسطنبول مش معمولة للمهمة دي خالص. عارف، آخر 2 كانوا مشغولين جدا بالنسبة لي، مش اسطنبول بس، وكمان كانت لندن وأوسلو وبروكسل ولاهاي وتالين وريكيافيك. وكان في مشكلة واحدة ملازماني في كل الرحلات دي: موبايل ما بقاش يشتغل كويس. بس بفضل راعي فيديو النهاردة سايلي المشكلة دي ما بقتش عندي. سايلي هو تطبيق لخدمة إي سيم. كل اللي عليك تعمله هو تحميل تطبيق سايلي، تختار الباقة اللي تناسبك وتتابع الخطوات البسيطة اللي في التطبيق، كده انت جاهز. أول ما توصل وجهتك حيتفعل تلقائي ويتوصلك على شبكة محلية، مش محتاج أي جهاز جديد. مع أكثر من 200 وجهة متغطية، مهما كانت وجهتك أكيد هيكونوا موفرين لك الخدمة. ممكن أرشح لك واحدة من الوجهات الاستوائية بتاعتهم بدل النرويج أو أيسلندا في نص الشتاء. وكمان عندهم خطط مرنة هتغطي احتياجات كل مسافر، من كام جيجا بايت لحد إنترنت غير محدود. ولو دخلت على سايلي اللي هي SAIL/ويليام سبانيال واستخدمت كود الخصم ويليام سبانيال كله كلمة واحدة، هتاخد خصم 15% على خطة إي سيم. فشكرا تاني لسايلي على رعايتهم لفيديو النهاردة. طيب، لسه محتاجين نتكلم عن خيارات أوكرانيا للتعامل مع تهديد الصواريخ الباليستية، وأول حاجة في القائمة هي الدفاع الصاروخي. أيوة، إحنا وصلنا للجزء ده من اليوم اللي لازم نتكلم فيه عن نقص منظومات باتريوت في التحالف كله. يمكن مش دقيق حرفياً نقول إن أوكرانيا خلصت عندها صواريخ باتريوت الاعتراضية، بس فعلياً تقريباً كده. في هجوم 5 أغسطس ما تمش اعتراض ولا صاروخ من 28 صاروخ روسي اللي جم. الفيل اللي في الأوضة هو إن الولايات المتحدة بتنقل مخصصاتها من منظومات باتريوت عشان تتعامل مع الحرب مع إيران.
ومش غريب إنك تلاقي انتقادات من الأوكرانيين عن القرار ده. بس أنا مش شايف إن النوع ده من الكلام مفيد. لما الولايات المتحدة بتدفع علشان تخزن صواريخ باتريوت، يبقى هي اللي بتقرر توزعهم إزاي، سواء كان القرار ده كويس أو لأ. ودلوقتي ده معناه إنهم بيصدوا التهديدات الإيرانية عن شركاء الخليج. الاعتراضات اللي بتقول إن أمريكا كان لازم تستخدمهم في أوروبا بتتجاهل تماماً اعتراضات إدارة ترامب وكمان إدارات كتير قبله. ده نداء بيقول إنه أمريكا هي اللي لازم تدفع عشان تدافع عن أوروبا، بدل ما أوروبا تتحمل المسؤولية الأساسية أو حتى المتساوية عن أمن القارة. فعلاً لو رجعنا بالزمن لوراء، المشكلة الأوروبية كانت نقص الاستثمار هنا على مدار عقود. قبل الحرب كان بس بولندا ورومانيا والسويد هما اللي بياخدوا موضوع تخزين صواريخ باتريوت بجدية، وحتى وقتها الكميات اللي عندهم كانت تكفي لمعارك متوسطة المدة بس. وعلى العكس، بلد زي ألمانيا كانت بتستعد لصراع ممكن يدوم كام يوم بس. أنا ما أقدرش أوصف التخطيط ده غير إنه خطأ استراتيجي كبير. حتى لو كنت فاهم إنه أغلب الصراعات فعلاً بتكون قصيرة، لو حضرت نفسك بس لفترة قصيرة، خصمك هيقدر يشوف ده بسهولة ويطول الصراع لفترة متوسطة، وساعتها هيسيبك من غير أي دفاع. الخبر الكويس هنا إن فيه تغيير في موقف القادة الأوروبيين، وبقى الإنفاق على الدفاع موضة عند أغلب أعضاء الناتو. الطلب على صواريخ باتريوت بقى شبه ملوش نهاية دلوقتي. عشان تاخد فكرة، في سنة 2024 شركة لوكهيد مارتن أنتجت الصاروخ الاعتراضي رقم 2000 من طراز PAC-3، وده تقريباً بعد 8 سنين من بداية خط الإنتاج. ومع الطلب اللي ملوش حدود ده، شركة لوكهيد مارتن بتخطط تنتج 750 صاروخ في سنة 2027 وتوصل للإنتاج 2000 صاروخ في سنة 2030. مستوى الإنتاج ده كان دايماً ممكن يتحقق لو كانت أوروبا استثمرت بشكل مناسب من 10 سنين. كانت لوكهيد مارتن هتكون عندها القدرة الإنتاجية عشان تنتج على الأقل 2000 في السنة طول فترة الحرب، وما كناش هنبقى بنتكلم في الموضوع ده النهاردة. بس برضو دي مش مناقشة بناءة، دي مناقشة عن أخطاء الماضي. إحنا مش هنقدر نرجع بالزمن عشان نزود الإنتاج من 10 سنين، ولسه قدامنا وقت طويل قبل ما نقدر نفكر في إن باتريوتس تكون حل مستدام للمشكلة. فيمكن لازم نركز دلوقتي على إيه اللي أوكرانيا ممكن تعمله لحد ما يتم تصنيع باتريوتس أكتر. في الوقت اللي أمريكا وأوكرانيا بيحلوا مشاكل اتفاقية الترخيص بينهم، أيوة، ده غالباً فيديو مختلف تماماً. وجدير بالذكر إنه فاير بوينت بتحاول تطور بديل للباتريوت، والمفروض يبدأوا أول اختبار له في يناير 2027. هنشوف الموضوع هيمشي إزاي. على أي حال، لو مش قادر تدافع كويس، الحل الوحيد قدامك هو الهجوم. وأوكرانيا عملت كده فعلاً، واستخدمت الطيارات المسيرة عشان تدور على منصات الصواريخ الروسية. التحدي الرئيسي هنا إن منصة زي إسكندر مبنية على شاحنة، عشان كده بتستخدم نفس استراتيجية الضرب والهروب اللي ممكن تكون عارفها من هايمارس. الصاروخ اللي هتطلقه هيظهر على رادارات العدو، فعلى طول أول ما تطلق بتتحرك بالعربية وتهرب. أي نيران مضادة من خصمك هتكون بتضرب في أرض فاضية وقت ما القنبلة توصل. المسيرات الجوالة شكلها هي الحل للمشكلة دي. لو عندك معلومات استخباراتية إن واحدة من الإسكندر موجودة في المنطقة دي، ابعت الدرونز بتوعك وشوف. وبعدين أول ما تلاقي الهدف بتاعك هاجم واضربه. أوكرانيا تبعت الخطة دي كذا مرة. هنا فيديو من يوم 13 مارس في وسط القرم. الدرونز بتحدد وبتدمر شوية منصات إسكندر كانوا بيحاولوا يندمجوا مع المنظر الطبيعي. وهنا فيه مجموعة ضربات تانية يوم 24 مارس ضد نوع تاني من أنظمة الصواريخ البالستية. 3 منهم خارجين لفة مسائية هادية بالعربية، لكن الطيارات المسيرة الأوكرانية تتبعتهم، وانت تقدر تتخيل إيه اللي حصل بعد ما الصور دي اتقطعت. الحركة هنا إن أوكرانيا محتاجة يكون عندها سيطرة جوية لحد ما علشان المتابعة والضرب ينجحوا. مع إنه فعلاً الدفاعات الجوية الروسية ضعيفة وبتبان كأنها مش موجودة، إلا إن الهجمات على المصفاة ووايلد بيري مضللة.
الدفاعات الجوية الروسية مستنزفة، وأوكرانيا بتكسب المعارك دي بسبب الكثرة العددية. المشكلة الكبيرة لأوكرانيا هتبدأ لو روسيا بدأت تحرك منصات الإطلاق المتنقلة بتاعتها لوراء أكتر. اسكندر المفروض إن مداه يوصل ل 500 كيلومتر، وده الحد الأقصى اللي كان مسموح به في معاهدة القوات النووية متوسطة المدى اللي بقت ملغية دلوقتي. روسيا عادة بتطلقهم من مناطق الحدود زي بريانسك وكورسك، وده بيديهم مدى كافي والزيادة علشان يضربوا كييف. مع ذلك الولايات المتحدة كانت دايما قلقانة إن روسيا بتبني نماذج بمدى أطول في السر. أوكرانيا بتدعي إنه واحد من النماذج دي بالفعل في الخدمة، وكمان دايما تقدر تزود المدى لو قللت الحمولة. يعني لو روسيا احتاجت تقدر تطلق الصواريخ من مكان آمن أبعد. ممكن يكون الانفجار أصغر، بس ده مش هيواسي أوكرانيا بأي شكل. وطبعا أوكرانيا ممكن تفضل تحاول تستخدم الطيارات المسيرة عشان تدور على منصات إطلاق الصواريخ البالستية المتحركة في عمق الأراضي الروسية. ودفاعات الجو الروسية ضعيفة لدرجة أن أوكرانيا ممكن تفضل واثقة في فرصها حتى لو محتاجة تعدي طبقات أكثر من الدفاعات دي. المشكلة الأكبر بتظهر في التواصل. دي عملية تعقب مستمرة. ما ينفعش تبرمج مكان مسبق وتتوكل على الله، لأن دقيقة واحدة من السواقة كفيلة إنها تلغي الإحداثيات الأصلية. عشان كده أوكرانيا ضغطت على ستارلينك علشان تدي الضوء الأخضر للطائرات المسيرة الأوكرانية إنها تستخدم الإنترنت الفضائي وهما أثناء عمليات التعقب دي. لحد دلوقتي إيلون ماسك متردد يوافق على الهجمات على الأراضي الروسية. يبدو منطقي إن أوكرانيا عندها حجة قوية هنا، طالما كييف بتقتصر الضربات على تدمير صواريخ روسيا الهجومية بشكل استباقي. من غير ده ستارلينك بتخلق دافع غريب بيحمي روسيا، وده بيفكرنا إزاي قيود بايدن على استخدام أي أسلحة أمريكية في روسيا شجعت القوات الروسية إنها تتجمع للهجوم على بعد خطوة واحدة من الحدود. ملاحظة أخيرة هنا، إن في دعوات متزايدة لأوكرانيا إنها تستخدم طائرات F-16 عشان تدور على منصات الإطلاق. الخلاصة هنا فعلا فوق. لما يضربوا من ارتفاع عالي، الأسلحة الأوكرانية بتقدر تستخدم الجاذبية والجناح عشان تخترق أعمق جو روسيا. مع ذلك ده ما بيحلش مشكلة اضرب واجري. وفي نفس الوقت دخول طيارات F-16 جو الأراضي الروسية عشان يخلوها وسيلة تعقب فعالة مش فكرة كويسة. وبرضه الدفاعات الجوية الروسية سيئة، بس مش للدرجة دي. المخاطرة بطائرة بدون طيار مش مشكلة، المخاطرة بطيار وطائرة غالية جدا هي المشكلة. الخيار اللي باقي هو ننسى منصات الإطلاق ونهاجم إنتاج الصواريخ. بمساعدة شوية من تقنيات ميلف ده طلع ممكن أكثر من المتوقع. مع أن روسيا حطت المصنع الرئيسي للإنتاج في الشرق بعيد شوية، أوكرانيا دلوقتي تقدر توصل للمكان ده، وفعلا هاجمته في فبراير اللي فات. فاير بوينت الشركة اللي بتنتج صاروخ كروز فلامينغو كانت فرحانة جدا إنها تبرز قدراته، ونزلت الفيديو ده للإطلاق، وسابت المشاهد هو اللي يربط إن الصواريخ دي ضربت مصنع اسكندر. المشكلة الرئيسية في الاستراتيجية دي إن مصانع إنتاج الصواريخ البالستية أهداف محصنة نسبياً. هي مش ملاجئ تحت الأرض، بس في نفس الوقت مش عربيات واقفة في أرض فاضية. هي جو مباني، ولازم تدمر هيكل المبنى عشان توصل للهدف المقصود. فلامينغو يقدر يعمل كده، بس الموضوع مش سهل، وكمان بيبقى أصعب لأن على عكس مصفاة البترول أو مركز توزيع وايلد بيري، المباني دي مش قابلة للاشتعال بنفس الدرجة. السؤال اللي باقي لأوكرانيا هو إذا كان استهداف الموقع المحمي أحسن من البديل. التخطيط وقت الحرب ساعات معناه تتجاهل مشكلة آنية علشان تحقق هدفاً على المدى البعيد، واللي في الآخر هيخلي الألم أقل بالنسبة لك بشكل عام. لو طبقنا ده هنا أكيد ممكن تقدر تدمر إنتاج اسكندر، بس بعد كده إيه؟ الحرب هتستمر. يمكن شعب كييف مش هيناموا خايفين كل ليلة، بس الأوكرانيين في الشرق لسه هيفضلوا يتعرضوا لخسائر زي ما هم. طب إيه رأيك لو استخدمت الفلامينغو قيد الإنتاج علشان تضرب هدف حساس سياسياً، وبعدين تعمل كده تاني وتاني وتاني؟
هل ده هيعمل ضغط سياسي كافي على الكرملين علشان يفكروا يتفاوضوا على تسوية؟ لأن لو الإجابة نعم، يمكن ده أحسن من محاولة تدمير منظومة إسكندر. أو يمكن فيه أهداف عسكرية تانية أسهل استهدافاً من منشآت إنتاج إسكندر. مع إن ده مش هيوسي الناس اللي عايشين في كييف. الهجمات المتكررة بالصواريخ البالستية على المدينة مش بتهدد الوضع العسكري على خط الجبهة. لو الأوكرانيين مصممين يكملوا القتال، احتمال يكون تحمل الخسائر دي في المدن أحسن من البديل. الحرب دايما عبارة عن مفاضلات مستمرة. مجرد إن فيه مشكلة مش معناه إنك لازم تدور على حل ليها. فيه عشرات المشاكل التانية موجودة، ولازم تفرزوا الموقف وتحددوا الأولويات. طيب، إيه هي أهم النقاط اللي نطلع بيها النهاردة؟ دفاعات أوكرانيا ضد القصف بعيد المدى وضعها متباين دلوقتي. الطيارات الروسية بدون طيار تحت السيطرة، لكن الصواريخ بتسبب دمار أكتر وأكتر. حل المشكلة بشكل دفاعي بحت مش متاح دلوقتي بسبب قلة المشتريات الأوروبية، وكمان تدخلات الولايات المتحدة في إيران. المسيرات بتوفر حل جزئي عن طريق مطاردة منصات الإطلاق، بس ممكن يحتاجوا يخترقوا أعمق جوا روسيا عشان يعملوا الشغل صح. وأخيراً، أوكرانيا حاولت كمان تضرب إنتاج الصواريخ نفسه، بس المسافات الكبيرة والأهداف اللي محمية أكتر منعوا أوكرانيا من تحقيق نجاح كبير هناك. شكراً تاني لسيلي على رعايتهم لفيديو النهاردة. ادخل على سيلي.com/ويليام سبانيال واستخدم كود الخصم ويليام سبانيال علشان تاخد خصم 15% على باقة بيانات إيسم. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك بكرة. خلي بالك من نفسك.